كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. ربنا يجعلها إن شاء الله أيام كريمة ومفترجة على الناس كلها. حبينا نسلم عليكم في الأيام الجميلة دي، الطقوس الرمضانية الجميلة بعد الفطار، علشان نبدأ نوجهكم لحمية غذائية جميلة مختلفة عن كل الحميات الغذائية اللي قابلتوها قبل كده. دايما بتلاقي كل الناس تقول حمية غذائية في رمضان، بلاش تاكل حلويات، بلاش تاكل سكريات، بلاش تاخد الحاجات اللي في رمضان اليميش والحاجات الجميلة اللي بنقول عليها. طبعا ده عمل نفور كبير قوي من الناس تجاه دايت رمضان، وبدأت الناس تروح لسكة تانية وتاخد شهر رمضان كله هو شهر أجازة من الحمية الغذائية، وشهر كله ملوش علاقة بالدايت. يقول لك خلاص احنا هنوقف دايت وهنكمل إن شاء الله بعد العيد. ليه؟ أكيد يا دكتور مش هنمنع الحلويات والحاجات الحلوة اللي احنا بناكلها وهنمنع كل الكلام ده في رمضان، خلينا نتكلم بالعقل. هم طبعا كلامهم منطقي جدا، ما تطلبش من حد حاجة غير مستطاعة، إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع. احنا حبينا نغير الثقافه دي ونغير كل المفاهيم اللي عند الناس، ونغير طريقه الدايت بتاعت رمضان، وندي دايت مختلف تماما عن كل اللي سبقوه، ودايت هو مناسب لكل الناس في كل الاوقات، مناسب لكل المناسبات، مناسب لكل العائلات والتجمعات العائليه، علشان تبقى سيادتك مرتاح وعندك اريحيه كبيره وانت بتنفذ الحميه الغذائيه، ويكون كمان مصاحب مع الدايت ده نتيجه حلوه، تكون انت مقتنع وعملت نتيجه حلوه قوي اثناء الدايت. في نفس الوقت نفسيا انت مرتاح، لان طبعا العامل النفسي كلنا عارفين ان هو مهم جدا في الحاجات دي بالذات، وخصوصا الحميات الغذائيه. انت لو انت مرتاح نفسيا للحاجه وبتعملها باريحيه كبيره قوي، بيكون منها ناتج كبير، لان جهاز المناعه بيفيدك قوي في موضوع الدايت. لو جهاز المناعه عندك ضعيف والحاله النفسيه عندك وحشه، طبعا ده بيأثر على نزول الوزن بتاعك، وخصوصا عند السيدات، لانه بيكون مقرون او مرتبط بتغيير الهرمونات او تاثير بطريقه دايركت على الهرمونات. عشان كده احنا حبينا نغير كل الافكار دي ونطرح دايت جديد. هو الدايت ده ان شاء الله يكون هي سلسله دايت او حلقات على مدار رمضان هنتفرج عليها علشان ناخد ناتج كبير ان شاء الله. الناتج ده هيكون من 10 ل 20 كيلو خلال شهر رمضان، وهناخد الختام هيكون ان شاء الله دايت بعد العيد. بالتالي احنا عملنا رحله صغيره جميله قوي لنزول الوزن، الناتج بتاعها كان من 10 ل 20 كيلو في ايام جميله وروحانيات جميله كمان، وبدون اي ضغوطات نفسيه، وزي ما قلنا مع الناس، مع العائلات، مع الحبايب، مع كل حد بنحبه في رمضان. اتفرجوا على الفيديو للاخر، اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك علشان يوصلكم باقي الحلقات، وتابعونا لاخر الحلقات عشان تستفيدوا وتعملوا نتيجه حلوه. ناس كتيرة قوي في رمضان بتبدأ تهرب من الدايت، ناس كتيرة قوي في رمضان بتبدأ تاخد أجازة مطولة علشان الدايت، وعلشان دايما الحميات الغذائية ما بتكونش مناسبة لللايف ستايل. عشان كده احنا من زمان بنقول سيادتك لما يكون معاك حالة عايزة تنزل في الوزن وعندها مشكلة صحية أو بتعاني من السمنة أو زيادة الوزن، لازم سيادتك تعمل لها برنامج مناسب لحياتها. أنا بعمل لك برنامج ديزاين فور يو، برنامج مصمم ليومك، مصمم لحياتك، مصمم لطبيعة عملك، مصمم لاحتياجاتك، ما يكونش برنامج مرسل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عايزين دايما لما انا اخد برنامج او حد يديني برنامج غذائي امشي عليه، اشوفه هل هو مناسب لطبيعة الحياة اليومية ليا والحياة الحياتية ولا لا. عشان كده احنا قررنا نعمل دايت سهل لكل الناس، هو ان جنرال، وبالتالي الدايت ده مكون من اصناف كتيره وفي بدائل حلوه قوي، وفي نفس الوقت هو ماشي مع وتيره الاجواء الرمضانيه الجميله اللي احنا بنمر بيها وبنحب نعيشها مع كل حبايبنا. هناخده بكذا جزء وكذا سلسله. هنبدا النهارده اول جزء او اول سلسله. الدايت بتاعنا هيكون مكون من 9 ايام، يعني احنا هناخد الدايت ده على مدار 9 ايام. كل يوم هناخد بدائل مختلفه، هنقول البدائل كلها مره واحده اللي نقدر ناخدها على مدار 9 ايام. طبعا احنا الدايت ده مختلف عن باقي انواع الدايت او الرجيم. ليه بقى؟ لان كل الرجيم اللي فات دايما بيكون مده 7 ايام، 7 ايام وببدا اخد الوجبه الفري. احنا بقى هنا حبينا نعمل رمضان على 3 اجزاء، كل 9 ايام جزء، واليوم العاشر هو اليوم الفري، ونبدا تاني في اليوم ال11 عشان نروح لليوم التاسع وناخد كمان في العاشر فري. اذا ال 30 يوم هيتقسموا على 3 اسابيع، كل اسبوع 9 ايام بالظبط. ركزوا في اللي احنا بنقوله عشان تعملوا نتيجه حلوه. وطبعا في سبب علمي كبير قوي الموضوع 9 ايام. السبب العلمي ان احنا عندنا ال7 ايام مش هيكون مناسب لاجواء رمضان، لان احنا بيكون فيها دخول سعرات كتير قوي من الحلويات او من الحاجات زي ما بيسموها السعرات الكاذبه، اللي هي الحاجات التشيت ميل. السعرات اللي موجوده في الحلويات، السعرات اللي موجوده في النشويات الكتيره، السعرات اللي موجوده في الحاجات الحلوه، كل دي حاجات جسمك ما بيستفدش بيها.
لكن بتدخل الجسم بترفع السكر في الدم، وبيكون ليها ناتج سعرات. طبعا ناتج سعرات ده جسمك مطالب ان هو يحرقه، فهي محسوب عليك سعرات. فعلشان ندي مساحه للحرق يشتغل، وندي مساحه ان الجسم يعرف يتخلص من السعرات الكاذبه دي، لازم ندي مساحه اكبر من ال7 ايام عشان الجسم يقدر يصرف الدهون. احنا كلنا عارفين وكلنا فاهمين نقطه ان الجسم بيحتاج من 5 ل7 ايام عشان يخس، عشان اول 5 ايام الجسم بيبدا يتجه للدهون العنيده اللي في الجسم، ويبدا يكسر فيها ويخليها دهون هشه ضعيفه النزول، يكسر منها روابط. اخر يومين في الدايت بيبدا يصرف الدهون العنيده دي او الدهون الهشه، تتكسر وتنزل عن طريق البول والبراز والعرق، كل وسائل تصريف الدهون. احنا بقينا حابين نضيف عليهم يومين تاني عشان ندي مساحه اكتر للخبطه والعك، عشان احنا كده كده هنضيف حاجات مناسبه لليوم مناسبه لكل الحياه، علشان الجسم يعرف يصرف الدهون دي ويعرف يحرقها كويس جدا، ويعرف يكون في اريحيه في الدايت. وبالتالي هندي يوم كامل هيكون فري بعد 9 ايام عشان ناخد فرصه او هدنه من الدايت، ونبدا بحيويه ونشاط في اليوم اللي بعده. ده برنامج سهل قوي يا جماعه، اي حد يقدر يعمله، واي حد يقدر يمارس الحميه دي، وهتجيب معاه نتيجه حلوه قوي قوي قوي، لان هي فيها اريحيه كبيره وسهله وبسيطه، وفيها بدائل كتيره قوي قوي قوي. هنشرح الحلقات دي او هنشرح السلسله بتاعتنا على 3 اجزاء. اتفرجوا على الحلقات او الاجزاء علشان تعرفوا تقدروا تعملوا ايه الفتره اللي جايه، وتعرفوا تنزلوا نزول صحي وامن بدون اي اعراض جانبيه، مع وجود بدائل كبيره قوي. كملوا معانا واتفرجوا على باقي الحلقات عشان تستفيدوا كتير.